باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الحقيقة في فرق بين اللي أنا عايز أعمله وعندي طموح إن أنا أعمله وعندي حلم إن أنا أنفذه، وبين إن أنا أنقل الحلم والطموح والرغبة إلى واقع. وهنا جت فكرة الصوم، إن ممكن الإنسان يكون عنده أحلام روحية كتيرة قوي، فالكنيسة بتقوله أدي الصوم أهو، تعالى بقى نفضي نفسنا شوية عشان تعمل كل اللي نفسك فيه مع ربنا. وفكرة الصوم وفكرة الجهاد اللي جوه الصوم إن الإنسان يحاول بكل قوته ينقل الحلم والطموح إلى عمل. طيب، امبارح اتكلمنا على فكرة اسمها فكرة التحديد أو التخصيص. النهاردة هنتكلم على فكرة تانية تناسب الصوم، وهي فكرة الترك. إن أنا لازم أسيب حاجة، هسيب الأكل شوية، هسيب الاهتمام بالماديات شوية، هسيب الاهتمام باللبس شوية. المهم الغرض إن أنا بسيب حاجة علشان حاجة تاني. والإنسان الشاطر يدور على حاجة يحس إنها بقت مسيطرة عليه أو مستعبداه، ويفتكر الآية اللي قالها ربنا يسوع المسيح في إنجيل يوحنا أن كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية. فممكن أكون استعبدت نفسي لنظام ما أو مزاج ما بعرفش أفتح عيني من غير كوباية الشاي، ما بعرفش أفتح عيني من غير كوباية القهوة. أنا بقى في الصوم ده هقوي إرادتي، وبنعمة ربنا هسيب حاجة ليها علاقة بالمزاج علشان خاطر ربنا وافضل. ممكن في الأول تبقى صعبة، لأن الإنسان اتعود على حاجة وصلت لدرجة الاعتياد الإدماني، حتى لو كانت شاي أو قهوة. لا يا رب، أنا مفيش حاجة هتعطلني عنك، وبنعمتك يا رب هبطل حاجة علشانك أنت. وهنا بقى يبتدي الإنسان يختار أي حاجة يقدمها لربنا كتقدمة من أجل هذا الصوم. ومش الغرض إن أنا أبطل وبس، لا، ده الغرض إن أنا أبطل حاجة وفي المقابل أعمل حاجة تانية إيجابية. يعني أنا بحاول أبطل عادة أو سلوك مش عاجبني، وبحاول أكتسب عادة أو سلوك حلو. بمعنى إن أنا ممكن جدا أصحى الصبح وأكون واخد عهد بيني وبين ربنا إن أول حاجة أعملها بعد ما أغسل وشي مش هأجل إن أنا أقرأ الإنجيل، مش هأجل إن أنا أصلي. ساعتها هحس إن في حاجة جديدة بتتعمل، والصوم بقى صوم مختلف. أقول لكم إيه؟ صباح الخير.